المقطع هذا يكفي فقط أقول سبحان الله، لكن اسمحوا لي بتعليق بسيط. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. إشارة ودليل هنا إنه في نملة قاعدة توجه الباقيين. هذا واحد قدر يوثق مشهد نادر جدا، نمل مسوي جسر ثابت على موية جارية. كيف بنوه؟ كم استغرقوا من وقت؟ إيش الأدوات اللي استخدموها؟ جسر في مسارات، خط رايح جاي، مسوين دوار، سلسلة طويلة من الإبداع الهندسي والابتكاري يوصل للضفة الثانية. العلماء بين فترة والثانية يكتشفوا أشياء جديدة ما كانوا يعرفوها عن النمل. البشر وصلوا مرحلة أنهم يستوحوا أفكار هندسية من النمل. الناس وصلوا مرحلة أنهم يأخذوا أفكار في حل المشكلات، لأن من ضمن التجارب اللي خلوا النمل يخضع لها هي المشكلات وحلها، ويأخذوها كأفكار ويستخدموها في حياتهم.